أن تضرب دون أي تحذير. أمواج ضخمة تبعث الخراب في الأرض. إنها أمواج قوية جدا. نحن ننتظر الموجة التالية. يمكن للمذنبات أن تثير تسونامي. تم ربطها مع الزلازل الأرضية تحت الماء. والآن تم اكتشاف مصدر جديد لا يمكن توقعه. جزيرة غامضة ربما يسفر عنها أمواج ضخمة، والتي بإمكانها ضرب 3 قارات بقوة لا يوازيها شيء. تسونامي عملاق. هذا التسونامي هو تهديد كارثي. الحدث الذي نتحدث عنه هو حدث بإمكانه تغيير التاريخ. بالقرب من ساحل شمال أفريقيا هناك جزيرة بركانية تدعى لابالما، وهذه الجزيرة التي تبدو هادئة هي مكان حدوث قصة مرعبة. مياه عميقة ستكبر موجة. الأمر مخيف. مؤلفا هذه القصة هما ستيفن وورد وسايمون دي. هذان الرجلان يعتقدان أنه في يوم من الأيام سترتفع موجة ضخمة من المياه بالقرب من الساحل. سيصل طول الموجة إلى 900 متر، وستكون قوية كفاية لتدمر جزءاً كبيراً من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هذه الموجة المرعبة معروفة باسم تسونامي الضخم. هذه الأمواج أضخم بكثير مما رآه أحد من قبل. تنظر إليها وترى هذا الشيء الضخم الممتد إلى 900 متر في السماء. تخيل جبلاً ثم تخيله يتحرك. سرعة الموجة تعتمد على عمق المحيط، فعمقه يزيد سرعة الأمواج. مئات الأميال في الساعة، سرعات توازي طائرات نفاثة. الموجة ستستغرق 9 ساعات للوصول للساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه في مياه عميقة صحيح؟ مياه عميقة. ستكبر موجة. إذن في منتصف المحيط ذبذبة واحدة فقط ستنتشر ليسفر عنها 20 موجة. بالعادة أقواها تكون بالقرب من المقدمة. عندما تقترب موجة من ساحل أمريكا الشمالية ستكبر لتصل طول 30 متراً وتضرب الساحل الغربي بأكمله. الأمر مخيف. من كندا إلى الولايات المتحدة إلى الكاريبيان وصولاً إلى البرازيل. الحدث الذي نتكلم عنه سيكون حدثاً سيغير التاريخ. أكثر من نصف سكان العالم يقطنون على الساحل. أكثر منطقة ساحلية مأهولة بالسكان في الولايات المتحدة من بوسطن إلى العاصمة واشنطن ستضرب مباشرة من التسونامي الضخم، مهددة الملايين من الأرواح واتزان الاقتصاد العالمي. إن ضرب تسونامي ضخم مدينة نيويورك سيهدد أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، أحد أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر بورصة في العالم. أسوأ سيناريو للأحداث لدى دي ووورد من الصعب تصديقه، ولكنهما يزعمان أن التهديد حقيقي، وكشفوا العديد من الأدلة التي جمعوها من أقاصي الأرض. حيد ريفي متحجر واكتشافات من أعماق البحار، أدلة مخفية في الكهوف وشقوق في سطح الأرض، جميعها تدعم ما يزعمان وتبرهن اقتراب كارثة ذي أبعاد تاريخية. فقط مثيرات محدودة يمكنها أن تثير قوة التسونامي المدمر هذا. ربما أكثرها وضوحاً هي المذنبات، كالمذنب الذي يدعى إلتانن. منذ أكثر من 2,000,000 عام ضربت الأرض قبالة الساحل في تشيلي بقوة قنبلة ذرية. الانفجار تسبب بموجة طولها 3 كيلومترات وأسفر عنها سلسلة من الأمواج ضربت كلا من كاليفورنيا، هاواي واليابان وأستراليا. لم يشهد أي إنسان حدثاً مثل إلتانن.
ولكن مثيرا آخر للتسونامي أصبح حقيقة مؤخرا. يا إلهي، انظر إلى هذا، انظر. هذه الموجة يعادل طولها 6 أمتار. يا إلهي. عام 2004 ضرب تسونامي أرجاء سواحل آسيا الجنوبية الشرقية. يا إلهي، هذا مخيف حقا. هذا أمر مخيف. إنه حقا مخيف. ماذا سوف نفعل؟ بمجرد ساعات أكثر من 250,000 شخص خسروا حياتهم. كأي تسونامي، سومطرة كان مفاجئا وعنيفا. مصدره كان مخفيا، قنبلة موقوتة مدفونة في باطن الأرض. كالأحجية، قشرة الأرض مصنوعة من 12 صفيحة تكتونية. الصفائح تطفو وتتحرك فوق نواة منصهرة، تدفع وتنزلق بجانب بعضها البعض باستمرار. مصدر تسونامي سوماترا كان حيث اصطدمت صفيحة الهند مع صفيحة بورما. كانت إحدى الصفائح تنزلق أعمق أسفل صفيحة أخرى، ولكن الصفيحتين علقتا ببعض. ما يحدث هو تراكم الضغط ببطء. هذه الصفيحة تريد المرور ولكنها عالقة، وبعد 200 عام تقريبا انزلقت وتخرج ضغطا دام 200 عام دفعة واحدة. عندما تحررت الصفيحتان وقعت إحداهما بينما انطلقت الأخرى إلى الأعلى. الطاقة المنبعثة كانت 23,000 مرة أقوى من القنبلة الذرية التي ألقيت على ناغازاكي. الموجة الأولية كان طولها مئات الكيلومترات عقب الانفجار في باطن البحر. عندما ضربت اليابسة امتدت الأمواج وتراجعت وامتدت وتراجعت مجددا لعدة ساعات بقوة فتاكة. تخيلوا عملاقا في وسط المحيط يمسك أرض البحر ويرفعها بأكملها، وجميع المياه تنزلق لداخلها. هناك الكثير من المواد بداخلها، إنها مليئة بالحجارة والرمال والأنقاض والسيارات. يضرب الناس حتى الموت مبدئياً. لا يغرقون بل يضربون حتى الموت. تسونامي عام 2004 كان مدمراً، ولكن التسونامي بمقدوره نظرياً الإسفار عن كارثة أكبر. التسونامي الذي نتحدث عنه سيكون أكبر بكثير من تسونامي سومطرة. الذي نقصده هو أن الساحل سينتهي به الأمر مثل ساحل سومطرة، مساحة من الدمار تصل إلى 2 أو 3 كيلومتر، تنتشر من الساحل إلى داخل المدينة، تمتد من كندا إلى الولايات المتحدة إلى جزر الكاريبي إلى البرازيل، وربما إلى المناطق المقابلة لها في شمال إفريقيا وأوروبا. خطر التسونامي الذي يهابه داي وورد لا ينبع من المذنبات أو الزلازل. يتوقعان أن الموجة ستنبع مباشرة من جزيرة لابالما ذاتها. لابالما جزيرة هادئة، أقل من 100,000 شخص يقطن بها في قرى صغيرة، يطغى عليها مظاهر طبيعية كبيرة. ولكن جمال لابالما يخفي خطراً محدقاً. الثلث الجنوبي من لابالما يسيطر عليه بركان قديم يدعى كومبريفيا. كومبريفيا لا يبدو كبركان اعتيادي، لا يحتوي على فوهة ضخمة،
بل على قمة جبل كبيرة تحتوي على فتحات وحفر. بنيت على مدار مئات آلاف من السنين. يبدو بركان كومبريفيا حميداً، ولكن بالنسبة لديوا وورد إنه جاهز لإطلاق تسونامي ضخماً. ولكن كيف يعقل هذا؟ كيف يمكن لبركان إطلاق قوة محيطية فتاكة؟ الطريقة التي نتخيل أن كومبريفيا سيسفر عن تسونامي ضخم هي بأن ينفصل جزء منه وينزلق إلى البحر. مثير تسونامي المحتمل قطعة ضخمة من الحجر، يصل طولها إلى 24 كيلومتر تقريباً، وعرضها 24 كيلومتر، وسمكها 3 كيلومتر. ومع أنه يبدو ثابتاً، إن كسر جزء منه فسيتحرك بسرعة كبيرة. كأقصى سرعة هذا الجزء من الحجر سيتحرك 50 إلى 100 متر بالثانية، هذا بسرعة القطار السريع. وفقاً لديوا وورد، انهيار كومبريفيا سيسبقه أسابيع من العنف. الفتحات على قمة البركان ستقذف الكثير من الغبار البركاني وتعتم السماء. الحمم البركانية ستتدفق من الشقوق وتنساب أسفل المنحدر إلى البحر الحار. نيران حارقة ستشعل الغابات وتحرق جانب الجبل. الزلازل ستزحزح الأرض الصلبة وتدمر القرى والقرى الصغيرة. ومن ثم ببطء في البداية 500 كيلومتر مربع من الجزيرة ستبدأ بالانفصال، ثم تنشأ الموجة، موجة بحجم جبل يصل ارتفاعها إلى 900 متر. بغضون دقائق معظم جزيرة الكناري ستدمر، وبعد ساعة سيدمر تسونامي الضخم أجزاء من أفريقيا الشمالية وأوروبا. قبل نهاية النهار أمريكا الشمالية وجزر الكاريبي وأمريكا الجنوبية ستواجه أمواجاً عاتية، وستعبر من خلال الشجر هناك. من الصعب تصديق أن جزيرة بركانية بإمكانها إثارة تسونامي ضخم. المذنبات نعم، الزلازل تحت الماء هو أمر شهدناه، ولكن يشك العديد بأن جزءاً ضخماً من كومبريفيا سيقع بسرعة عالية في البحر. هل هذه الكارثة ممكنة؟ بعيداً جداً عن جزيرة لا بالما على جزيرة هاواي الكبيرة تحدث أحداث غامضة تجعل من تهديد لا بالما يبدو واقعياً أكثر. هنا أكثر البراكين نشاطاً في العالم كيلويا، ربما سينفصل ويتجه نحو المحيط مبتعداً عن الجزيرة. العوامل التي تفصل هذه الجزيرة عن بعضها يمكننا رؤيتها بوضوح في بركان يعرف باسم الصدع الكبير. يصل طوله إلى 13 كيلومتراً تقريباً، وعرضه 15 متراً، وعمقه أكثر من 16 متراً. يعتقد العديد أن هذا الصدع سيسفر كارثة ستحدث قريباً. محققون كمايك بولاند يراقبون بركان كيلويا. بخلاف كومبريفيا يتم مراقبته عن كثب، ولسبب وجيه. باستخدام مجسات تحديد المواقع، بولاند يتابع حركة ملحوظة في الجزء الجنوبي من كيلويا الذي هو غير مرئي للعين المجردة. الجانب الجنوبي بحراك مستمر يتحرك بنسبة 7 أو 10 سنتيمترات في السنة، وهذا التحرك ثابت ولا يلين، إنه يحدث باستمرار. لذا حتى وإن وقفت على الجزء الجنوبي لعدة ساعات قليلة فخلالها تحرك الجزء الجنوبي إلى المحيط قليلاً. حركة الجزء الجنوبي ثابتة كعقارب الساعة، ولكن منذ فترة قصيرة اكتشف العلماء أن أجزاء من براكين كيلويا وكومبريفيا يمكنها التحرك فجأة وبسرعة. في شهر نوفمبر عام 2000 حدث لأول مرة ما ندعوه زلزال بطيء أو صامت، وحينها الجزء الجنوبي لكيلويا مال بشكل مفاجئ خلال مدة تصل إلى 24 أو 36 ساعة نحو المحيط بمعدل 2 إلى 5 سنتيمترات. لذا أنت تتحدث عن جزء كامل من جبل.
هذه ملايين الأطنان من الحجارة تتحرك كقطعة واحدة باتجاه المحيط، سرعة خيالية. 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في النهار، يتم مراقبة كيلوية عن كثب من خلال نظام شامل من المجسات الأوتوماتيكية. المسح الميداني يستخدم كدعم للتنبؤ بالحركة الفجائية التالية. من الصعب تحديد إن كان الجزء الغربي لكيلويا سيسفر عنه كارثة أو سيكمل طريقه كما هو الآن. وقوع جزء من البركان في الماء هو أمر كبير جدا، ولا يمكنني استيعابه أبدا. يشبه ضرب مذنب للأرض. أجد صعوبة بتخيل ماذا سيحدث إن حدث هذا. مع أنه من الصعب تخيله، هناك دلائل تشير إلى أن أجزاء من براكين في هاواي سقطت في الماء من قبل وأسفر عنها أمواج ضخمة. عليك فقط معرفة أين تبحث. على جزيرة لاناي، بعيداً عن الساحل على أطراف الجبال، أكثر من 300 متر فوق سطح البحر، وجد المحققون شعاباً مرجانية. تبقى كيفية وصول المرجان إلى هنا لغزاً. أعتقد أن الغموض المتعلق بالمرجان الذي وجدناه في هاواي إنها كبيرة جدا. أقصد هذه ليست شعابا مرجانية صغيرة، وبسبب ذلك أعتقد أن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبة بفهم حجمها. في البدء ظن الناس أن الشعاب المرجانية كانت عالية، لأنه ربما قبل زمن كان منسوب البحر أعلى. اقترح آخرون أن الشعاب المرجانية ارتفعت من المحيط مع نمو الجزر. ميكميرتري يعتقد غير ذلك ويشير إلى دليل واضح. الشعاب المرجانية غير سليمة، إنها غير سليمة وتبدو وكأنها رميت هنا. يعتقد ميكميرتري أن هناك تفسيراً أفضل لظهور الشعاب المرجانية. هناك آلية أخرى لربما أدى إلى اصطدامها بجانب الجبل، تسونامي ضخم. وإن كان هذا صحيحاً، يظن ميكميرتري أن التسونامي خلف دلائل أخرى. على قاع البحر المحيط بجزر هاواي، وجد الباحثون هضبة ضخمة، تكون جيولوجي يصل حجمه إلى أكثر من 8300 كيلومتر مربع. في البدء اعتبر كجبل تحت الماء، ولكن الآن تم تقبل أنه بقايا من انهيار بركاني. لمحاولة معرفة قوته، خذوا بعين الاعتبار ثوران سنت هيلين. في 18 من شهر مايو عام 1980 قرابة 8:30 صباحاً، ثار بركان سنت هيلين ثورانا عنيفاً. هذا الحدث هو أكثر ثوران بركان فتكاً في تاريخ الولايات المتحدة، كما أسفر عنه أكبر انهيار صخور مسجل تم مشاهدته. الانهيار كان ضخماً، ولكن الانهيار قبالة ساحل هاواي كان 400 مرة أكبر. ها هو الحدث، وهنا الموجة الأولية، موجة ضخمة تضرب الساحل الغربي للجزيرة، وأسفرت عن وقوع قطعة كبيرة من جزيرة هاواي إلى قاع البحر. المحاكاة على الحاسوب للانهيار أظهرت أن هذه الانهيارات أسفرت عن سلسلة من أمواج تسونامي التي غمرت جزر هاواي. الانهيار سمي بأليكا 2، ويعتقد ميكميرتري أنه اقتلع الشعاب المرجانية من قاع البحر وألقى بها على الجبال. إن كانت أليكا 2 السبب وراء مخلفات الشعاب المرجانية، يعلم ميكميرتري بوجود حقيقة واحدة تثبت أقواله: عمر الانهيار عليه أن يساوي عمر الشعاب المرجانية. لتأريخ الانهيار، قاس ميكميرتري نسبة الأنقاض البحرية التي انهارت وتجمعت في قعر البحر خلال ألفية. اعتبروا الأمر مشابها لغبار على بيانو، إنه يتراكم ويمكنك معرفة كم من الوقت كان البيانو موجودا هناك.
لأنه عليه الكثير من الغبار، صحيح؟ ويمكنك عمل نفس الشيء مع هذه الانهيارات الضخمة. في مختبره يحضر ميكميرتري قطعا قديمة من الشعاب المرجانية ليؤرخها. تم وزن الشعاب المرجانية وتنظيفها وسحقها. عندما قارن ميكميرتري التواريخ وجد ما كان يبحث عنه: تاريخ انهيار أليكا 2 والعديد من الشعاب المرجانية متشابه. جميع الدلائل تشير إلى تسونامي ضخم، وهو الأمر الوحيد الذي يمكننا التفكير به والذي بإمكانه إنتاج هذا. الأمر لا يمكن مناقشته بعد الآن. من المؤكد أنه نتيجة حدوث تسونامي، ماذا غير ذلك؟ أصبح الأمر واضحاً لمحققين كميكميرتري أن البراكين يمكنها أن تؤدي إلى حدوث تسونامي، والعلماء لا زالوا يجدون دلائل في هاواي لأحداث تسونامي قديمة. يعتقد ميكميرتري أنه حان الوقت لأخذ تهديد انهيار بركان لا بالما على محمل الجد. تحرك الأجزاء البركانية لا يتم مراقبتها كما يتم مراقبة الظواهر الأخرى. يعلم الناس أن هناك زلازل وأن هذه الزلازل تسفر عن حدوث تسونامي. بالواقع إنها لا تسفر عن أكبر تسونامي. بالمقارنة مع الدراسة التي أجريت على حركة أجزاء البراكين تعد صغيرة نوعا ما. نحن ننتظر تسونامي التالي. السبب وراء انهيار أجزاء من البراكين لا يزال لغزاً. إنها ربما مجرد كتلة من البركان التي تسحبها قوة الجاذبية. ربما إنها صهارة تسبب الصدغ وفوهات التي تحرر الأجزاء. بحثاً عن دلائل، يذهب المحققون حيث لم يذهب إلا القليل من قبل، إلى داخل البراكين. في جزيرة الكناري في لا بالما، سايمون داي وستيف وورد يدخلان بركاناً رطباً هامداً. تم حفر أنفاق عديدة للوصول إلى خزانات من المياه العذبة. المياه المستخرجة من المناجم هي مصدر المياه الأساسي في لا بالما، ولكن بالنسبة لداي ووورد المياه هي أيضاً مصدر تهديد. يعتقدان أن المياه ستلعب دوراً أساسياً في سيناريو نهاية العالم. إنها المياه التي بإمكانها الدفع بالجزء الجنوبي لبركان كومبريفيا في المحيط، مسببة تسونامي ضخم. كومبريفيا مشبع بالمياه. المياه مكسوة بالأعلى بطبقة سميكة من الرماد والصخور. صفائح من الحمم البركانية تدعى سدود، تحجز المياه من الجانب وتحكم عليها الإغلاق في مكانها. هذه المياه المحتجزة يمكنها أن تصبح كالقنبلة خلال ثوران مستقبلي. بعض السدود داخل البركان تحجز المياه بينهم، ثم يحدث ثوران آخر، والمزيد من الحمم البركانية تخرج منه. الحمم البركانية في السدود الجديدة